اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أشكر الحاجة الأخت أم الحسن على حسن ظنها بي، وأسأل الله تعالى أن يحفظها ويحفظ كل الشيعة إن شاء الله تعالى من كل مكروه بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. أولا، كتب النجاح الطائي التي نزلت في الأسواق أنا قرأت بعضا منها. أولا، الرجل لم يكن من المحققين والمدققين ولم يكن عالما أصلا، هو كان يعني مثقف جامعي وأستاذ وخبير ومأجور على جهوده، إلا أن في كلامه مخالفة لصريح النصوص. لا أقصد النصوص عند العامة، وإنما النصوص الشيعية الصحيحة الواردة بالتواتر أيضا، يعني في البحار، في الاختصاص، في كل الكتب، أن المراد من الآية في سورة التوبة ثاني اثنين إذ هما في الغار كان أبا بعر، وأن النبي صلى الله عليه وآله صحبه معه كي لا يفسد عليه الأمر أمام مشركي مكة وغير مشركي مكة. فما ذكره نجاح الطائي فيه مخالفة صريحة للنصوص الواردة بالتواتر عند الشيعة وعند السنة أيضا، ولا يهمني ما يرد عند السنة إلا من باب إلقاء الحجة عليهم، من باب من فمك أدينك. فهي مأجورة على ما تعتقد أن روايات الباقر وروايات حضرة الرضا وروايات أمير المؤمنين والروايات الواردة أن أبا بكر هو الذي كان مع النبي في الغار وليس شخصا آخر، وهذه دعوة من الطائي تفتقر إلى الأدلة. وإذا خالفنا الروايات المعصومية الشريفة نقع بمحذور الرد عليهم، والرد عليهم كالرد على الله سبحانه وتعالى، ومن رد على الله فقد كفر وأشرك. لذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن أحب أصحابي عندي أفقههم وأورعهم، وإن أمقتهم حالا عندي للذي إذا سمع حديثنا اشمأز منه وكفر من دان به، وما يدريه لعل الكلام منا قد خرج وإلينا قد أسند، فيكون بإنكار كلامنا قد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم. فإذا دعوة الطائي رحمة الله عليه مخالفة للروايات القطعية والمستفيضة والتي تورث اطمئنانا عن المعصومين صلوات الله عليهم، أن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. ومن جملة أدلة الإمام رضا عليه السلام عندما يقول في قوله تعالى: لا تخف إن الله معنا. وأنا شرحت في الليالي العشر الأولى من شهر رمضان في هذا العام المبارك، أعاده الله على كل المستمعين وعلى الأخت الحاجة أم الحسن بالخير واليمن والبركة بحق المهدي صلوات الله وسلامه عليه، الإمام سلام الله عليه، والشيخ المفيد كذلك، أن هذه مسلبة وهذه انتقاصة ونقيصة ومن أبشع انحرافات أبي بعر، أنه كان نعم خائفا وكان يرتجف. وأنا قلت أن الشيخ المفيد عندما حاور عمر في المنام كما بالصفحة 36 من المجلد الأول من الأنوار النعمانية للسيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليه، أنه نهي النبي له لا تخف إما أن يكون نهي النبي طاعة، يعني كان خوف أبي بكر إما كان طاعة أو معصية، ونهي النبي ثابت بنص الآية. فإذا كان ما نهى عنه النبي طاعة هذا يخدش في عصمته، حاشاه حاشاه، لأن النبي لا ينهى عن الطاعة، فثبت أنه معصية، لأن هذه القضية على نحو يعني القضية القسمة المنطقية، إما على نحو الإثبات وإما على نحو السلب والنفي، إما هكذا وإما غير هكذا. فإذا كان نهي النبي عن الطاعة، النبي لا ينهى عن الطاعة، فثبت في المقابل بالحصر العقلي أن خوف أبي بكر كان معصية. لذلك قال النبي: لا تحزن إن الله معنا. وكان أبو بكر بنص الإمام رضا عليه السلام سأل: ماذا يكون صنع ابن عمك علي؟ فقال: لا تحزن إن الله معنا، معي أنا في الغار ومع علي على الفراش. والقرينة الداخلية السياقية في الآية عندما قال تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، ولم يقل عليهما، مقتضى التثنية،
ثاني اثنين أن يقول وأنزل الله سكينته عليهما، لأن القرآن يقول في بيعة الرضوان وبيعة الشجرة فأنزل الله سكينته على رسوله والمؤمنين. يقول الشيخ المفيد لما آية الغار نفت إنزال السكينة على أبي بكر فهذا دليل على خروجه من الإيمان ولم تشمله السكينة. فهذه الآية من أصرح الأدلة على إخراج أبي بكر من أصل الدين والإسلام، وهذا فيه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله على محمد وآل محمد. صحيح. وتوجد إشارة واقعا مهمة جدا. أنا بسنة من السنوات تناظرت مع بعض علماء العامة في لبنان في كلية الدعوة، كذلك أخت أم الحسن دعوتهم قرب السفارة الكويتية في لبنان، فدعوني ذات يوم عند صديق معي زميلي في الحوزة وتكلمت مع بعضهم، قلت له أنا عندي عشرات بل مئات الأدلة من القرآن على إثبات إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أعطني دليلا واحدا من القرآن على خلافة أبي بكر. فتلكأ في مقام الجواب، فقلت له بل أنا أزيدك يا حقير، وأعوذ بالله من كلمة أنا وذل من قال أنا، ولكن مقتضى الخطاب يقتضي هكذا. أقول هذه الكلمة الأخيرة باختصار حتى لا أطيل على الإخوة المستمعين الأكارم والأفاضل. قلت له القرآن يقول أن صاحب مقام الخلافة والولاية والولي لله لا يمكن أن يخاف، فإذا كان يخاف فليس وليا، وهذا صريح قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، وأبو بكر خاف فقال النبي له لا تحزن، وأبو بكر حزن والقرآن يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا ثبت الحزن لأبي بكر فيثبت أنه ليس وليا لله بل وليه الشيطان أخزاهم الله في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت شيخنا الفاضل. بداية للأخ من هاد